16 سنة والتقرب 16 سنة يعملوا فيه مكة، يغسلوهم ومخاخهم ويخرجوهم لبرا. يا جهاد يا جهاد، الله يتولديك جهاد. يبث الخال المفجوع شكواه كيفما ألهمته الفجيعة. لم يدر بخالده أن يقف والأم المستسلمة لدموعها موقفا كهذا، فرحمة الطفلة البريئة التي لم يعرف عنها سلوك شائن كما قال خالها في معرض رثائه خطفت إلى سوريا، حيث يرابط مجاهدون في سبيل الشيطان، وغاية الدين عندهم أن يقتلوا من صور لهم خيالهم المريض أنه على الضفة المقابلة لتفكيرهم. سيقت رحمة إلى حيث غابت الرحمة. لئن كان يعييها الجهاد بحمل السلاح، فلا ضير بممارسة جهاد النكاح مع رجال اتخذوا دين الله ذريعة للمعصية، وقد وجدوا من يزين لهم سوء أعمالهم، والفتوى بذلك قديمة جديدة لا يترك لواءها منافق حتى يتولاها آخر. طهارة الفتاة وعذريتها ثمن بخس لا يليق بالأهل التذرع به لقاء جنة منشودة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. كيف إذا أقبلت الحورية بشعرها الأسود ووجهها الأبيض سبحان من جمع الليل والنهار، شعر، نحر، ثغر، خد، جد، نهود، فخود، سيقان، بياض، نعومة، ما في كريمات ولا نيفيا ولا وازلين، ما في أي شيء. عم تشوف الحور؟ لا. عم تشوف الحور؟ لا. عم تشوف الحور؟ لا. عم تشوف الحور؟ لا. وقضاء عقدة جنسية مكبوتة لمجاهد في سبيل الشيطان أطلقت من عقالها ساعة غزو لتصيب البشر والحجر في مقتل تستحق أن تفجع عائلة مسالمة لأجلها. يا رحمة روع، يا رحمة ورحمة أمي بابا لا يمسك حد، أنا في بناتك خالد في بناتك تعرفني أنا كيف إيش عليك، أنا اللي بربيك ما نبيك يا رحمة روع. وهل تفاضل غاية ربانية بمصاب بشري؟ بلغت الفجيعة بالخال أن نشد الحكومة وأصحاب الشأن التدخل، فكان كالسجين يتوسل جلاده الحرية. وهل مصاب رحمة إلا صنيعة هؤلاء الذين يكذبون على الله وعباده؟ قطعت أوصال الشهيدة زينب، ألا تخجلون من أنفسكم؟ عرفت الأسرة المفجوعة أن لصوص الثورة في تونس سرقوا مقدرات البلاد وقرارها السيادي لمصلحة حزبية ضيقة عاثت في الأرض فسادا، لكن الذي لم يخطر ببالهم أن يبلغ التجبر عقر الدار، حيث الطفولة البريئة تحلم بمكان لا تطاله أنفاس الشياطين.